السلام عليكم، ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هعمل معاكم النهارده طريقه كيكه بسيطه جدا وسهله جدا تتاكل مع شاي العيال يفطروا بيها. اول حاجه انا هنزل بذره ملح، وهنزل بكيك شيف دولت كوبايتين دقيق ونص، عليهم نص كوبايه نشا، وهنقلب كده وهنركنهم على جنب. هنزل شفشق الخلاط باربع بيضات، عليهم كوب سكر بنفس المعيار اللي انا معايره بيه الدقيق، بعاير بيه كل حاجه، عليهم ذرة فانيليا، وهضربهم في الخلاط وارجع لكم تاني. ده الخليط اللي ضربته، هحط عليه كوباية لبن، وكوباية زيت، احط عليه معلقة بشر برتقال، واحط عليه معلقة خل، واضربهم تاني وارجع لكم. ضربت اهو. المعلقة الخل ما شاء الله بتخليه حلو جدا وبتخلي الكيك هشة ومرتفع. هدلقه على الدقيق، وهقلب في اتجاه واحد. دي ذرة زعفران احطها عشان تخلي الكيك صفرة مكان البرتقال، لان ما كانش عندي، فاضطريت احط ديت مع بشر برتقال، بتدي اللون الجميل وبيبقى شكله حلو. هقلب بالمضرب كده، شوف ذرة الزعفران اللي انا حطيتها بيخليها شكله حلو ازاي مكان البرتقال، عامل ازاي ما شاء الله جميلة جدا اهي. وانا شغلت الفرن من قبل الكيك بربع ساعة على درجة حرارة 180، وهبطن الصينية اهو واحطها فيها. هنزل في الصينية، زي ما انتم شايفين كده، بلم البسباتيلا خلاص كده. هجيب بقى كده، اعمل كده عشان تظبط، واحطها الفرن واوريها لحضراتكم في النهاية. طلعتها وقطعتها، ما شاء الله والله جميلة جدا. شوفوا شكلها عامل ازاي اهي، جميلة جدا. تانية شوفوا من جوا عاملة ازاي، مستوى جميلة جدا ازاي، ما شاء الله والله جميلة جدا. ودي كانت الكيكة بتاعتنا النهاردة. يا ريت تعملوا لايك وشير وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.